اهلا بحضراتكم مره تانية. سعيده برضو ان احنا بدانا الفقره بالاغنيه دي، لانه عبد العزيز محمود من الحقيقه المطربين اللي اضافوا للفن وغيروا في شكل الموسيقى والاستعراض. برغم انه الشباب اليومين دول ممكن لو قلت لهم عبد العزيز محمود، مين عبد العزيز محمود؟ يعني تخيلوا حد بقيمة عبد العزيز محمود وصوته، ممكن شباب دلوقتي ما يكونوش عارفين. يسعدنا النهارده يكون معانا الأستاذ معتز محسن، الناقد الفني اللي على طول بينورنا الله يخليك بآرائه. حضرتك. أهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك. ومنورنا. الله يخليك، ده نور حضراتكم. طبعا الأغنية الاستعراضية يعني كانت يعني جزء أصيل من تراثنا السينمائي في مصر. ويمكن احنا ارتبطنا من أوائل، يعني من أيام بقى الأبيض وأسود، يعني بالأغنية الاستعراضية. واحنا يعني مستغربين انها مش موجودة دلوقتي، ولو ان يعني اكيد بعض الاسباب هتكون خاصة بالانتاج، وده اللي هنتكلم فيه. بس هنقول نيجي للبداية ونقول بداية الأغنية الاستعراضية كانت عند مين؟ هل كانت عند فريد الأطرش، ولا مين اللي بدأ الأغنية الاستعراضية في السينما المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا لو حبينا نقول تاريخيا البدايه من الاول خالص، فكان في ابريل من عام 32. كان في في شهر ابريل من أبريل. عام اه 1932 كان اه فيلم أنشودة الفؤاد. اه وده كان المطربة اللبنانية نادرة أحمد، وكان زكريا أحمد، فهي كانت تعتبر أول مطربة الشيخ تمثل. زكريا أحمد. الشيخ زكريا أحمد، اه وكان معاهم جورج أبيض، فكان أول مطرب اه يظهر في السينما زكريا أحمد، وأول مطربة كانت نادرة أحمد. مم. وده كان أول فيلم غنائي وتاني فيلم ناطق في بعد أولاد الذوات اللي كان اتعرض قبله في مارس 32. اه ومن هنا بدأت عملية تشجيع اه المطربين هو إنهم. بيتعرض الفيلم ده يا أستاذ لا معتز؟ للأسف، هو اه ما فيش إلا لقطات بسيطة في شبكات التواصل الاجتماعي. اه وهذا الفيلم للأسف مفقود، اه لأنه طبعا من الأفلام النادرة جدا. وكان هذا الفيلم كان ابتدى يعانق فكرة أن الموسيقى والاستعراض مم. يظهروا على الشاشة الذهبية، اه السينما بشكل كبير. لأنه لما يعني ده للتاريخ الفني، بس اعتقد انه مش في تاريخ المشاهدين، لان هم ما يعرفوش الفيلم اصلا. يعني انا مش يعني المشاهدين للأسف ما اه يعرفوهوش. لكن في الفترة الأخيرة تم الإشارة إليها من خلال مؤرخين مميزين ومن خلال باحثين مجيدين. وبنلاقي إنه كان أول فيلم غنائي على مستوى العالم سنة 27 في هوليوود. اه كان اسمه جاز مان. كان أول فيلم ناطق وأول فيلم كان يعد من الأفلام الاستعراضية مم. والغنائية. اه بعد كده نجد في سنة 33 المخرج القدير محمد كريم. كان وقتها الأستاذ عبد الوهاب طبعا لامع كمطرب مم. وكملحن، فأشار عليه أنه ليه ما يدخلش مجال السينما، أو الناس عارفاه من خلال الاسطوانات، عايزين يعرفوه من خلال الصورة، من خلال التعبير الغنائي، التعبير الاستعراضي. وكان أول فيلم في 33 ألا وهو الوردة البيضة. البيضاء. مم. وكان هذا الفيلم من الادوات التاريخيه اللي اراد محمد عبد الوهاب انه يقدم التحيه لاساتذته، سواء اللي اتعلم منهم بالشكل المباشر او بالوجدان. وكان حاطط صوره محمد عثمان في لقطه من اللقطات، ومعاه سيد درويش، ومعاه سلام حجازي، ومعاه المنيلاوي، كنوع من انواع التحيه لهؤلاء. وكان ايضا بيعمل زي فكره الدعايه لمشروع طلعت حرب بنك مصر وشركه مصر للنقل العام، الغزل والنسيج. وبعد كده وجدنا انه بدأت تتوالى عملية دخول المطربين في مم. مجال السينما. والسيدة أم كلثوم دخلت في 36 من خلال فيلم وداد، أول فيلم كان إخراج فريتز كرامب. المفروض كان يخرجها أحمد بدرخان، لكن اه حصلت بعض المشاكل. لكن وجدنا أحمد بدرخان كان من هو ومحمد كريم من رواد الفيلم الغنائي اه والفيلم الاستعراضي. وابتدى بقى يخش بقى الاساتذه عبد الغني السيد، ابراهيم حموده، رياض السنباطي دخل بفيلم واحد اللي هو حبيب قلبي، كان مع هدى سلطان ومحسن سرحان وتحية كاريوكا. وبدأ فكرة ان المطرب يبقى جان بريمير او فتى
اول على طب الشاشه. احنا عايزين نقول بقى على تقييم حضرتك للحاجة دي، يعني انه المطرب يعني هو اساسا مطرب، وده هو شايف نفسه كمطرب، بس بيتضغط عليه علشان يبقى ممثل كمان. هل التجربة دي كانت ناجحة؟ خصوصا ان حضرتك ذكرت محمد عبد الوهاب، ذكرت سيدة ام كلثوم، لانه ناس كتير شايفة ان موهبتهم الغنائية لا تقارن بموهبتهم التمثيلية يعني. هو طبعا كان الاستاذ عبد الوهاب عمل 7 افلام، مم. والسيده ام كلثوم عملت 6 افلام، وبالتالي كل فيلم بالتوالي كان الخبره التمثيليه بتكبر. مم. لكن نجد طبعا ان في مثلا الاستاذ محمد فوزي هو كان بدأ ممثلا قبل ان يدخل في مجال الغناء. مم. وكان طبعا اما عمل سيف الجلاد في دور صغير مع يوسف بيك وهبي، وبدأ بعد كده يعمل أفلام وعمل شركة إنتاج، وبالتالي هو زي بالظبط دين مارتن أما بدأ ممثل قبل مم. ما نعرفه كمطرب. مم. فطبعا بدأت الخبرة التمثيلية للأجيال اللي بعد كده مم. مع تطور. تكبر يعني. قبل تكبر، كده ما كانش فيه، ما كانش يعني فيه. ما كانش فيه الخبرة. كان يعتبر استغلال لنجاح المطرب، يعني منتج أو مخرج عايز يستغل نجاح المطرب وجماهيريته العريضة، زي جماهيرية أم كلثوم، جماهيرية محمد أستاذ عبد عبد الوهاب. الوهاب، ويعني يعملوا بقى اسمهم على التتر على فيلم، فالفيلم يسمع أو يبيع يعني. أكيد فآه أكيد. وبالتالي وجدنا أنه برضو عندنا مطربة القطرين فتحية أحمد، كانت برضو قبل، كانت في قامة أم كلثوم قبل ما أم كلثوم تظهر. اه كانت ظهرت في فيلم اسمه حنان في 44، اه وكان اللي بيلحن لها أغاني هذا الفيلم محمد الأصبجي. أيضا كان بنجد بيلحن لأم كلثوم. ولحن لأم كلثوم، اه بس لما هي ابتعدت عنه شوية اه بقى يحاول ان هو يستعيد بريقه اه مع مطربين آخرين. فكانت الفرصة انه عمل أغاني الأسمهان، ومنها في الفيلمين اللي اشتركت فيهم. اه عمل طبعا لليلى مراد، عمل لشادية، عمل لصباح، عمل لأسماء كبيرة جدا. مم. ولما بدأ الفيلم الغنائي والفيلم الاستعراضي يبقى عليه إقبال جماهيري ورواج مهم جدا، ابتدوا بعد كده ان هم يستعينوا بالمطربين في مجال السينما. مم. فشفنا طبعا الرعيل المميز كارم محمود، اه عبد العزيز محمود، فريد الأطرش فريد الحقيقة كانت الأطرش. ليه تجربة يعني تستحق ان احنا نقف عندها في الأغنية الاستعراضية. يعني اكيد. لما دخل لأنه كان في الاستعراضات كانت يعني الحقيقة فيها قصة. كان أحيانا بياخد قصص عالمية بالظبط. يعملها استعراضات، وكان مع كبار برضو المطربات الموجودين في الوقت ده. فنتكلم عن تجربة فريد اكيد الأطرش، اكيد. لانه انا بحس ان في اول حياته كان ليه شكل اختلف بعدها في مرحله. يعني كان في اول حياته اللي هي كانت مع سامية جمال وكده، كان في خفه دم، يعني كان في تركيز على الكوميديا بمعنى اصح. هو اما بدأ في يعني المجال السينمائي كان سنة 40 في انتصار الشباب. امم وطبعا لما بنقول احمد بدرخان على طول بيجي في اذهاننا افلام ام كلثوم وافلام فريد الاطرش، اه لانه بنجد انه في انتصار الشباب هي كان جزء سير ذاتي من حياته هو والفنانه اسمهان، اه اللي هما جايين من الشام، من عائله سلطان الاطرش ومن الدروز. ولما جاءوا الى مصر فطبعا الفيلم طلع بمصداقيه مع وجود الكوميديانات الجمال الثلاثي اللي كان موجود، حسن فايق وفؤاد شفيق اه وعادل كامل والاسماء الكبيره دي، وماري منيب معاهم. فطبعا هذا الفيلم لما ننظر الى فريد الاطرش اه مع صوت اسمهان هنلاقي انه كان عايز يقول انه بيستفيد من اساتذته. امم لما نسمع يا بدع الورد كان قريب من زكريا احمد، اه اما نسمع ايدي في ايدك نشيل قريب من السنباطي، في الاوبريت اللي في فينالة الفيلم قريب من الاصابجي. امم حب ان هو يبين انه بيحترم اساتذته وله التيمه الخاصه بيه بشكل معروف لفريد الاطرش. طب ايه رأي حضرتك بما اننا بنتكلم عن فريد الأطرش؟ معانا بساط الريح، الاستعراض ده نشوفه ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. دايما بيبقى فيه كيمياء كده بين سامية جمال
وفريد الأطرش، اكيد. وكان طبعا في قصة حب بس من طرف ثالث، كان من ناحيتها يعني من ناحية سامية جمال، بس مش ما كانتش أعتقد في تبادل يعني، يعني ما كملتش يعني. اه طيب احنا لو اتكلمنا عن فريد الأطرش قلنا انه كان ليه تجارب كتير، يعني مش بس يعني سامية جمال عمل معاها يعني كانت هي راقصة وهو مطرب، عمل بقى كمان حاجات كتير، استعراضات كتير مع مطربة بقى زي نور الهدى، زي صباح، وبرده الحقيقة كانت استعراضات ناجحة جدا يعني. وشادية. وشادية. اه مم. اه. يعني الأستاذ فريد الأطرش هو كان من الذين ساهموا هو ومحمد فوزي في إدخال فن الأوبريت اه. في السينما. وبنجد ان الاثنين خريجي كازينو بديعة مصابني، امم. والاثنين كانوا في بينهم صداقة كبيرة جدا وكانوا بيستفيدوا من بعض. وهنلاقي انه في سامية جمال كانت بدايتها في فيلم انتصار الشباب، كانت كومبارس ولها في مشهد النهاية اه في الأوبريت الأخير، طلعت كده من ضمن المجموعة الراقصة. اه. بعد كده ابتدى لمحها عندها موهبة وطاقة. طبعا اشتغل مع الفنانة تحية كاريوكا في أحلام اه. الشباب، ايوه. واشتغل معها في ما اقدرش. وكان تحية كاريوكا قالت انه اكتر واحد خلاه عمل لي تابلوهات استعراضية جميلة كان فريد الأطرش. وبنجد ايضا ان فريد الأطرش كان بيخدم على الفيلم. هو عمل 31 فيلم منهم 18 فيلم من انتاجه. مم. وكان معاه احمد بدرخان اللي عنده الخبرة الكافية اه. في مجال الفيلم الغنائي الاستعراضي، اه طبعا. والفن الاستعراضي. ولما نشوف انه زي ما حضرتك اشرتي كان بيجيب حواديت سواء عالمية او من الف ليلة وليلة. مم. شفنا ما جاب سندريلا سندريلا. اه. في الفيلم بتاع لحن حبي في 53. شفنا لما عمل استعراض اللي هو يلي وحشت العيون اللي هو العفاريت اه. في ايوه. عفريتة هانم. اه. وده من أهم الأفلام اللي عملها بركات، وكانت الخدع البصرية رائعة جدا في في وقتها اكيد، اه 49، طبعا. اه. كانت ممتازة. اكيد كان اختراع في وقتها يعني. اه. طبعا. اه. وكان أيضا من الأفلام اللي هو كان عمل فيها خدمة عالية جدا في مسألة، يعني حضراتكم أشرتوا دلوقتي لبساط الريح. مم. هذا الفيلم بيعد كنوع من أنواع أنه هو أيقظ الجمهور على فكرة الوحدة العربية. اه. وقبلها في فيلم بلبل أفندي في سنة 48 مع صباح، أما عمل هنا العرب تزامنا مع تأسيس جامعة الدول العربية. مم. وكان دايما يقولوا عليه مطرب العروبة، لدرجة انه هنا شفنا جاب مصر، جاب تونس، جاب سوريا المغرب، جاب ولبنان. سوريا ولبنان. اه. اهل الجزائر بيحبوه جدا فعاتبوه، قالوا مم. له ليه ما اه، ما جبتش جبتش. اه. الجزائر. وبعد كده صالحهم لما عمل أغنية عن الكفاح الجزائري ضد المستعمر الفرنسي. ووجدنا انه كان بيتزامن معاه في هذا النجاح الاستاذ محمد فوزي، برضه كان بيجيب هو كان في نفس الوقت أستاذ معتز، يعني الاستعراضات والأفلام بتاعت محمد فوزي كان في نفس وقت استعراضات وأفلام فريد الأطرش. كان متقاربين مع بعض في الزمن. اه. اه. انه كان ظهرت طائفة اسمها اغنياء الحرب، مم. اللي كانوا بعد الحرب العالمية الثانية وكونوا ثروات في الأورموس الإنجليزي. مم. فطبعا فرضوا بعض الأذواق بتاعتهم. أكيد. وكانت الأفلام يا إما بتكون أفلام تجارية مم. أو أفلام تعتمد على القوالب الغنائية والاستعراضات. فكان ظهرت في هذه الفترة أفلام عبد العزيز محمود، مم. فريد الأطرش، كارم محمود، محمد فوزي، عبد الغني السيد، إبراهيم حمودة. وظهر في الأواخر الأربعينيات سعد عبد الوهاب. مم. كان مع نعيمة عاكف في سنة 49 في فيلم العيش والملح. وفي اه. سنة 50 عملوا فيلم اسمه بلدي وخفة. وكان ظهرت نعيمة عاكف في 50 في فيلم اسمه فتاة السيرك اه. مع إبراهيم حمودة. وكان طبعا شفنا كانوا بيحاولوا يعملوا تجميعة للنجوم سواء ممثلين أو مطربين. فكان في فيلم جميل جدا وظريف كان اسمه ليلة الجمعة، بتاع مين؟ كان أنور وجدي وأميرة أمير وإبراهيم حمودة اه. وماري منيب وتحية كاريوكا. وكان عبد المطلب طلع بس بيغني مم. فقط، مم. كان أغنية اسمها أحب البلدي. اه. وكان فيها يعني عفوا، أميرة أمير مطربة ولا ممثلة؟ لا ممثلة.
كانت من جميلات السينما في هذه الفترة. هي ايه اشهر ادوارها طيب عشان افتكرها مع حضرتك؟ اشهر ادوارها كان فيلم الله معنا في سنة 53، قد طلع لا الله معنا كان فيلم عن ثورة يوليو، وكان فيها فنان عماد حمدي وشكري سرحان وفاتن حمامة. قد طلع الراقصة اللي كانت لها علاقة بالسرايا وبتنقل معلومات من السرايا للصحفي اللي هو شكري سرحان. كان لها فيلم تحت سماء المدينة. آخر مريم فخر الدين. لا أميرة أمير. لا كان في الفيلم ده مع شكري سرحان. كان شكري سرحان موجود وفاتن حمامة وماجدة. كان فيلم الأحمر. ما كانش مريم فخر الدين؟ لا ما كانتش في الفيلم. لا يبقى مش هي اللي في بالي برضو. لا مش قادرة أتذكرها. طيب لو وقفنا برضو عند محمد فوزي، لأنه الحقيقة كان موهبة مختلفة، وكان زي ما بنقول كده سابق عصره بطريقة تمثيله، بلبسه، بأغانيه. أكيد. يعني حاجات كتير كنا دايما نقول الفنان ده مش يعني، حتى هو حب يختلف في حاجات كتير. يعني أكيد. طريقة الغنى، طريقة التمثيل اللي هي فيها بساطة، ومفيش بقى اللي هو الممثل اللي حافظ الكلمة فيقولها بالزبط. لا هيقولها ببساطة. الغنى، اللبس حتى. أيوة. يعني كان بدأ ياخد شكل لبس مش هو الشكل اللي احنا متعودين عليه. فنتكلم عن تجربته برضو كتجربة مختلفة في الأغنية الاستعراضية في تاريخ السينما المصرية. طبعا كان أول فيلم أنتجه كان في سنة 41 كان في أواخر الأربعينيات، كان اسمه أصحاب السعادة. لما بدأ يعمل شركة إنتاج خاصة بيه وعايز يعمل أفلام هو يبرز فيها موهبته الغنائية والتمثيلية. وطبعا كان هو لسان في ظهور الفنانة شادية. وكان ده من خلال فيلم كان اسمه العقل في أجازة. كانت هي وليلى فوزي ومحمد فوزي، وللأسف فيلم مفقود. وكان ظهرت معاه في الروح والجسد، وظهرت معاه في أفلام كثيرة. وحب أنه هو كان يجيب خليفة لليلى مراد في هذه الأفلام. وكانت في فيلم الروح والجسد تحديدا كان صوتها قريب قوي من قماشة ليلى مراد، وبعد كده أظهرها بشخصيتها. محمد فوزي كان متأثر بدين مارتن. وفعلا هنلاقي شبه في الشكل، في طريقة الأفلام. الاتنين بدأوا ممثلين، الاتنين تعرضوا لبعض الفشل في البداية وبعدين وقفوا على رجليهم. الاتنين كان واحد بنسميه المطرب الممثل، وكان دين مارتن بنقول عليه ملك الإحساس أو كينج اوف كول. وكان محمد فوزي الاثنين مع الأسف بيحبوا السجاير قوي. مع الأسف. هو كان دايما يطلعوا في الأفلام معهم سجاير. كان دين مارتن بيبقى السجاير والواين بيبقى معاه حتى في حفلاته. ده حقيقي. وكان وقتها محمد فوزي اما نشوف الطريقة اللي كان بيعمل بيها الاستعراضات، كان بيعرف ازاي يجيب الوجوه الجميلة والأصوات الجميلة. وكان دايما يجيب معاه التيمة الفكاهية، سواء عبد السلام النابلسي أو إسماعيل ياسين. وده اللي كان بيعمله دين مارتن أما كان بيجيب معاه جيري لويس. وشفنا محمد فوزي كان كتب فيلمين وكان درجة حرارته 40. اللي هو كان فيلم اسمه من أين لك هذا، كان في أوائل الخمسينيات، وكان يعتبر خيال علمي إلى حد معقول. والفيلم الثاني كان اللي هو كان اسمه معجزة السماء، اللي عمل فيها أغنية ذهب الليل، وعمل فيها الأغنية اللي هي بأصوات الكورال مش بالآلات، اللي هي كلمني طمني، أكابيلا، الأكابيلا. وكان عمل أيضا أغنية استعراض كان اسمه مين اللي شغل بالي. وكان هذا الفيلم في 56، وكان بيعتمد على سيناريوهين. سيناريو اللي هو في 56، وبعدين بيرجع بالزمن لما عربية بتخبطه، أما كان بيبكي على ما فاته، يا ريتني رحت اسكندرية. وكانت ايوه افتكرت مديحة يسري كان وكانوا عملوا ثنائي رائع جدا. وكان بنشوف ان هو كان بيعمل توأمة غنائية فيها البراح وفيها خفة الدم مع الفنانة صباح، وعمل مع الفنانة نور الهدى، ومع الفنانة شادية. ويمكن كمان كان من أجمل الأفلام اللي كان عملها اللي هو بنات حوا في 54.
كان فيلم لطيف جدا جدا، لسه فيلم كان بيتعرض من يومين يعني على بالظبط. احد القنوات، مش متذكره اسم القناه. بس هو صراحه فنان بدرجه فارس، يعني احنا صراحه هو باقي مش بس بفنه لكن باخلاقه. كل ما اكيد. بيتحكي عنه محمد فوزي الحقيقه بنعجب بيه اكتر واكتر. وازاي ان هو كان امنيه حياته يشتغل يعني يلحن لام كلثوم، ومع ذلك لما ادت له اللحن وحس ان بليغ حمدي هيلحنه بالظبط احسن، بالظبط. نازل بكل بساطه لله. اكيد. فاكره بما ان انا يعني بحب الورد، كنت دايما اجيب انواع الورد اللي هو بيتكلم عليها واتخيل الكلمات اللي بيقولها محمد فوزي عن القرنفل وعن كل انواع الورد البلدي يعني بجد صوت مختلف، احساس مختلف، يعني الحان مختلفه. يعني هنسيب بقى الفتره دي يعني بكل جمالها، ونروح برضو الفترة كانت برضو الحقيقة جميلة برضو، وهي فترة الستينات. وكان فيها برضو أفلام استعراضية الحقيقة. استعراضات بدأت تتعمل بقى يعني أكتر، نشوفها بالألوان، فبدأت بالنسبة لنا تبقى حتة إبهار بقى الألوان. فبدأ المخرجين يمكن ركزوا بقى على الأزياء، ويعني مش بس القصص. يعني يمكن قبل كده كانوا بيركزوا ان يبقى فيه قصة عالمية او كده زي فريد الأطرش او كده. لكن بدأ زي مثلا في فيلم صغير على الحب، الاستعراض الشهير برضو من الاستعراضات اللي بتحبها جدا، وحتى بيتعرض لوحده من غير الفيلم، والناس بتتفرج عليه وبتستمتع بيه ويمكن حافظاه. يعني يمكن الناس حافظة الكلمات الاستعراض ده. يعني هل يعني السر في ايه بالظبط؟ يعني الخلطة ولا ايه بالظبط؟ ليه الناس يعني استعراض صغيرة على الحب في ذاكرتها لحد دلوقتي؟ هو طبعا يعتبر فترة الستينيات في السينما المصرية كانت فترة ذهبية، امم. والفيلم إنتاج 66. اه. ونجد إن الفيلم بذكاء شديد حب يعمل دعاية جميلة للمبنى اللي احنا فيه اه. التاريخي المميز، مبنى التلفزيون. وأيضا كان في نفس الوقت القصة محبوكة بشكل رائع. امم. وجود طبعا الدنجوان رشدي أباظة مع المخرج القدير اللي كان عنده خفة ظل عالية نور الدمرداش، اه. الفنانة طبعا سندريلا سعاد حسني. وكان وقتها أنا بعتقد هي كانت بتشوف نجمات السينما العالمية بيعملوا إيه. امم. يعني طبعا احنا شفنا زي ما أشرنا محمد فوزي كان بيشوف دين مارتن، شادية كانت بتشوف دوريس داي وجولي أندروز امم. وكانت متأثرة بيهم. أنا أعتقد هي كانت بتشوف ناتالي وود بتعمل إيه اه. وتعمل زيها، وهما الاثنين نفس النهاية بالظبط. اه. النهاية الملغزة اه. بنفس النهاية. ناتالي وود كان في حادث مجهول في 81، وسعاد حسني 2001. امم. أيضا لما نشوف كانت سعاد حسني صوتها مؤسس غنائيا. امم. طبعا اللي أسسها على التدريب الرائع في التمثيل وكان عبد الرحمن الخميسي، اللي دربتها على الإلقاء الفنانة القديرة الأستاذة إنعام سلوسة، اه. اللي دربها في كيفية القراءة الجيدة الأستاذ إبراهيم سعفان. صلاح جاهين كان ليه وصلاح دور في جاهين ده حياة سعاد مرحلة حسني. تانية بقى. اه. اه. كانت تبدأ مع صغيرة على الحب والقاهرة 30. امم. هنا ودي كانت مرحلة صلاح جاهين، هي مرحلة معانقة الجوائز لسعاد حسني. امم. ومن هنا بنجد انه الفنانة سعاد حسني في هذا الفيلم بوجود الألحان الرائعة لمحمد الموجي، بوجود الكلمات الرشيقة، امم. بوجود خفة الظل، بوجود طبعا المواقف الكوميدية اللي هي بتعتمد على كوميديا الموقف، مع مخرج مميز أستاذ نيازي مصطفى. طبعا طلع هذا الفيلم بهذا الشكل. وطبعا فيلم ايه يا استاذ؟ اللي هو صغيرة على الحب. حضرتك قلت نور الدمرداش لا، نور الدمرداش كممثل. 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 كممثل ما يعني. كانش اخراج، ما كان كانش الاخراج اخراج، لنيازي مصطفى. الاخراج الاستاذ نيازي اه. مصطفى. وكان الاستاذ نور الدمرداش هنا طبعا كان ملك الفيديو في هذه مم. الفتره. مم. كان ابتعد شويه عن التمثيل وبدأ يركز على الإخراج التلفزيوني، وبرضه أخرج للسينما وأخرج للمسرح. فكان هنا طلع بتيمة الكوميديا، كوميديا الموقف. وكان هنا طبعا شفنا كان عنده ازاي كيفية التعامل مع الأحداث اللي في مبنى التلفزيون اللي هو من مؤسسيه مم. وهو من أبنائه. وده كان الفيلم مع وجود هذه الألحان الرشيقة، مم. هذه الكلمات المبدعة،
هذه النوعية اللي تضاهي أفلام هوليود في هذه الفترة، زي ساوند اوف ميوزك اللي حضراتكم صوت عرضتوه من الموسيقى شوية، طبعا. زي أفلام ويست سايد ستوري لناتالي وود وغيرها من الأفلام. دي اللي أدت إلى وجود نجاح لهذه الأغنية، مع أغنية أنا لسه صغيرة كانت فيها رشاقة لحنية. وسعاد حسني تركت في الإرث الغنائي 21 أغنية. وده مع انها موهبتها الاساسيه التمثيل، ولكنها يعني اغانيها الناس حفظتها برضو أكيد. كانها مطربه في الاساس، مش كانها دي مثلا موهبه اضافيه او بالظبط. تم اكتشافها بعد كده، لا كانها هي مطربه برضو، الناس حافظه الاغاني. طيب من الاستعراضات الجميله اللي ما ينفعش ما نجيبهاش، انا عارفه ان التلفزيون الحقيقه يعني بيجيبوا كتير لانه استعراض جميل وحلو وهيفضل معانا الاجيال واجيال، يعني مش بس السنين اللي فاتت هو قعدها، لا ده لسه هيستمر الاجيال واجيال من حلاوه الاستعراض ده. نشوف استعراض صغيره على الحب لسندريلا سعاد حسني ونرجع معاكم مره ثانيه. عايزة افتح عيني واغمض القى سني بقى 20. علشان ايه؟ علشان اعجب شاب يكون 35. لا مش ممكن. علشان خاطري بس ولو ليومين 2. لا يوم واحد بس بشرط تمشي معايا على طول الخط. حبة خال رزق الغد حلال يجي بطولة البال، مش عايزة شيال ولا محتاج خيال يجري وراك بحصان. بختك يا ابو فيه يا بحر الهوى يا حبيبي انا، يا بحر الهوى يا حبيبي انا كنت عايزة اجيلك بقالي كام سنة. بيقولوا انك قوي وبتجرح بالقوي، بيقولوا انك قوي وبتجرح بالقوي. علمني علمني بس حاسب عليا بالهوى يا بحر الهوى. يا رب نلحق نجيب اكبر كم من الاستعراضات في حلقه النهارده، ده ما كانش استعراض هايل. يعني وحضرتك ذكرت انه الحان محمد الموجي. الاستعراض زي ما شفنا كده فيه نقلات موسيقيه، يعني الاستعراض مش ماشي بتيمه واحده، يعني نقلات موسيقيه كأن ده لحن وده لحن، بس فيه تسلسل وربط بينهم جميل جدا. طيب المحطه الجايه اللي هنقف عندها هي فرقه رضا. اكيد اكيد. يعني ما ينفعش نعدي كده الفيلم الاستعراضي وما نتكلمش عن فرقه رضا ودورها في الفيلم الاستعراضي ونجاحه. طبعا فرقة رضا تأسست في عام 59 من خلال المخرج القدير علي رضا والأستاذ محمود رضا، وطبعا الاثنين كانوا في بداياتهم كانوا بيطلعوا في فواصل راقصة في الأفلام في الخمسينيات. ونجد أن جات الفرصة يعملوا هذه الفرقة، وبتشجيع من الدولة وبدعم من وجود المد الثوري والشبابي في هذه الفترة. ولما نجحوا ولفوا اعتقد دي اول فرقه راقصه تدعمها الدوله. اكيد. اكيد. ومعاها اللي هي الفنون الشعبيه، الاثنين كانوا بيعتبروهم زي الاهلي والزمالك كده. ونجد ان هذه الفرقه خرج منها الاستاذ محمد العزبي، خرج منها الاستاذ حسن عفيفي، لما الفرقه هناء الشرباجي خرجت ايضا. عندنا اسماء كبيره جدا، استاذه نفير رامز واسماء لامعه خرجت من هذه الفرقه، غير راقصه الفرقه الاولى طبعا فريده فهمي، وطبعا غير الاستاذه فريده فهمي. وكانت ادت لهم الدعم الاول قبل ما تتعب كانت نعيمه عاكف، وكان خدوها كمستشاره للاستعراضات.
وكانوا بيستفيدوا منها جدا. وكانت اللي بتصمم الازياء الاستاذه فريده فهمي. لما نشوف هذه الفرقه اما بدات تبقى تريد مارك في الافلام زي البيتلز، زي بعض الفرق الغنائيه والاستعراضيه في هوليوود، ابتدوا هنا يعتمدوا عليها. فنجد منتجه شاطره زي الفنانه ماجده اما خدتهم وانتجت بيهم اجازه نص السنه. وده كان مقتبس من فيلم اسمه سامر ستوك لجودي جارلاند وجين كيلي، كانوا عملوها في 52. حتى لو شفنا الفيلمين هنلاقي نفس الديكورات. اول مره اعرف ان الفيلم مقتبس. كان جودي جارلاند اللي هي تعتبر ام كلثوم امريكا، ومعها جين كيلي. وكان فيلم رائع، وكان حتى الديكورات قريبه جدا سواء في الفيلم المصري او الفيلم الامريكي. والفيلم نجح. وكان طبعا الموسيقار القدير علي اسماعيل اما وجد ان هم هيترجموا طموحه اللحني والموسيقي في التابلوهات اللي عايز يقدمها، عملوا توأمة فنية رائعة جدا بالافلام الفيلمين الثلاثة اللي عملوها. طبعا الفيلم الثاني في 67 كان غرام في الكرنك، وده كان بقى بانت الموسيقى الرائعة للأستاذ علي اسماعيل مع وجود فرقة الثلاثي المرح في حلاوة شمسنا، مع وجود أيضا الاستعراض أن هذه الفرقة كانت توثق الإرث والتراث المصري على مر العصور. يعني كان أستاذ حسن عفيفي، أستاذ علي اسماعيل، أستاذ علي رضا، أستاذ محمود، كانوا يروحوا كل المحافظات يشوفوا رقصة المنبوطية، يشوفوا الرقصات في مطروح، يشوفوا النوبة، يشوفوا في الصعيد، ويشوفوا في الأحياء الشعبية بقى على الأسوس، يشوفوا فانوس رمضان. كلها من الرقصات اللي لسه لحد دلوقتي فرقة رضا بتقدمها، لأنها بتوثق الرقصات المختلفة لمحافظات مصر المختلفة. واللبس، احنا معانا دلوقتي استعراض حلاوة شمسنا، نشوف استعراض حلاوة شمسنا لفرقة رضا ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. الجمال ده، يعني جمال في الالحان، وشياكه في اللبس، ورشاقه برضو في الالحان والكلمات. يعني الحقيقه هم حببوا الناس في فن الاستعراض. أكيد. يعني حببوا الناس في الفرق الاستعراضيه الحقيقه، فرقه رضا. لو نقلنا بقى على فتره السبعينات عشان نلحق نتكلم بقى عن فتره السبعينات، وكان فيها فيلم استعراضي شهير مولد يا دنيا. واللي اشترك فيه بقى عدد كبير من الفنانين، وطبعا كان الصوت الرئيسي للمطربة الرقيقة الهادية عفاف راضي. أكيد. بس الحقيقة في ناس يعني غنت بصوتها في الفيلم ده، مع ان صوتها يعني هم مش مطربين. عبد المنعم مدبولي ليه أغنية مثلا كاملة
بالظبط. في الفيلم ده. وفي مطربين برضو محمود ياسين يمكن شارك برضو بصوته وغنى بصوته، مع ان ايوه برضو صوت محمود ياسين مش مطرب يعني. ايوه. فتكلمنا برضو عن الفيلم ده ومساهمته في الفيلم الاستعراضي في السبعينات. طبعا حسين كمال حينما حقق النجاح الكبير في أبي فوق الشجرة في 69، وعرض هذا الفيلم على مدار سنة كاملة في دور العرض، وكان هذا الفيلم طبعا حدوتة، كان ختام مسك غنائي واستعراضي لعبد الحليم حافظ. كانت آخر أفلامه. وكان عبد الحليم حقق شهرة عالية وعمل لنا الشبابية اللي كان بيعملها إلفيس بريسلي في أفلام هوليود، وعبد الحليم أيضا هو زي البردية الجميلة لثورة يوليو بأحزانها وأفراحها وانتصاراتها وهزائمها. هنا حسين كمال أرادوا استغلاله أيضا في فيلم استعراضي مميز، فكان فيلم مولد يا دنيا، وكان السيناريو كاتبه الأستاذ يوسف السباعي، وهي عن قصة حقيقية أثناء تأسيس فرقة دمنهور للفنون الشعبية. وهنا حب ينقل التجربة في قالب فني جميل، وكان الفيلم الوحيد اللي عملته الفنانة الرقيقة الأستاذة عفاف راضي، اللي قال عنها الزعيم جمال عبد الناصر إنها فيروز مصر في أول حفلة طلعتها في سنة 70. احنا مفتقدين صوتها الرقيق الحقيقة طبعاً الهادي. طبعا من الأصوات الجميلة الرائعة. وبنجد إنه في هذا الفيلم جابوا الأستاذ محمود ياسين، كان جان السبعينيات، وكان هو العصر سمي باسمه، وكان دايما الأستاذ نور الشريف يقول أنا أنتمي لعصر محمود ياسين. طبعا دي دلالة على أستاذية نور الشريف. وبنجد تواضعه طبعا وتواضع وجمال. فنجد انه في هذا الفيلم كان اكتشاف، وده اللي قاله الاستاذ نور الشريف للاستاذ طارق حبيب في برنامج اهلا وسهلا سنه 78، ان هذا الفيلم اكتشف لنا مطرب مميز اسمه عبد المنعم مدبولي. اما نشوف الالحان اللي عملها الاستاذ بليغ، الاستاذ الموجي، الاستاذ كمال الطويل، مع الكلمات الرائعه اللي اتكتبت مع الالحان المميزه، وجدت لنا هنا بقى ان الفيلم مش مجرد تابلوهات استعراضيه وخلاص وبحشر اغاني، لا، في سيكونس درامي يتماشى مع التابلوهات الاستعراضيه. ويمكن ده شفناه الفنان محمود ياسين كان عنده اللياقه عاليه في التاقلم مع فيلم غنائي وفيلم استعراضي. ويمكن لما شفنا اللي هي يهديك يرضيك اللي لحنها الاستاذ الموجي، اللي كانوا بيغنوا له الحصان، كانوا بيغنوها الحصان، وده الحصان ده كان من فرقة السيرك القومي، فرقة سيرك الحلم. وكان مدرب تدريب رائع جدا. حتى الفيلم حب برضه يعرف الأجيال اللي بعد كده بالمطرب حامد مرسي اللي هو المايسترو في الفيلم. الأستاذ حامد مرسي، حضرتك بتجيب أسماء بقى أنا ببقى عايزة أفتكرها بالظبط. كان دوره إيه؟ اللي هو كان في فيلم، كان المايسترو اللي عمل استعراض النهاية، كان طالع اللي هو في فرقة حسب الله. ومحمود ياسين استعان بيهم عشان يعملوا البروفات مع الفرقة. تمام. وهو كان من أبطال فرقة علي القصار، هو وزوجته عائلة راتب. وكانت عائلة راتب يطلق مطربة أيضا، وكان يطلق أول من أطلق عليها لقب سندريلا في السينما. ونجد ان في هذا العمل لما يجيبوا حامد مرسي كنوع من انواع تقديم الجميل لهذا الفنان اللي اتربى على ايد سيد درويش وغنى اغانيه، وكان بيغني تراث سيد درويش وصوت مؤسس. اما يجيبوا عبد المنعم مدبولي يكتشفوا فيه، وانا بعتبره انه هنا اكد انه شارلي شابلن العرب في هذا الفيلم. في استعراض زمان وليالي زمان كان في هنا مرونة من المخرج مع عبقرية من الفنان في السيكونس لحركات الكرباج، في تقسيمة اللحن، في طريقة الأغاني، وفي الأداء اللي كله شجن وحزن على الزمن الجميل اللي ولى والتغيرات التي حدثت وقتها في السبعينيات، مع وجود استعراض كبير زي الأستاذ حسن السبكي من راعي فرقة رضا،
مع وجود عبقري الأستاذ محي إسماعيل في أدائه. أغنية الحقيقة تصلح لكل يعني مكان وزمان الحقيقة، حتى هي لايقة على الوقت اللي احنا طبعا فيه ده. طبعا. احنا معانا استعراض يهديك يرضيك للفنان عفاف راضي من فيلم مولد يا دنيا، ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. عفوا الصوت بس بيقطع، فيعني حبينا نجيبه لكم مرة تانية يكون يعني النسخة يمكن تكون أحسن. لو اتكلمنا برضو عن تطور بقى الأغنية الاستعراضية، يمكن بره اتطورت الأغنية الاستعراضية، لكن عندنا ليه كده وقفت مكانها؟ يعني احنا ليه أخرنا الاستعراضات في الفوازير مثلا يعني؟ هو طبعا حدثت تغيرات بعد ذلك في تغير الجمهور. وأيضا لما اتهمت سينما السبعينيات أنها اعتمدت فقط على الغناء والاستعراض في بعض الأفلام اللي كانت بتحمل السمة التجارية، فأراد الجيل الجديد اللي جه في الثمانينات يؤكد أنه عنده سينما جديدة تختلف عن سينما السبعينيات اللي لها ما لها وعليها ما عليها. وطبعا لما ظهرت موجة الواقعية الجديدة اللي طلع منها الأساتذة خيري بشارة، عاطف الطيب، محمد خان، داود عبد السيد، أسماء رائعة كلها، بشير الديك، كل هذه الأسماء طبعا أرادوا أن يركزوا على فكرة أن هم عندهم سينما تختلف عن فكرة السينما الاستعراضية التي كانت سائدة في السبعينيات. وكانت السبعينيات هناك من أطلق عليها محاولة استنساخ ما كان في الخمسينيات والستينيات بشكل مصغر، سواء أفلام رومانسية أو الأفلام الاستعراضية. يعني شفنا طبعا في أول الحلقة لما حضرتك جبتي تاكسي الغرام للعبقري اللي لا يقل جمالا عن محمد فوزي ومجدد في الموسيقى عبد العزيز محمود. ده أنا بعتبره مطرب رشيق وعظيم جدا، أنا بحبه جدا، وملحن يعني رائع. مجدد فعلا بالأنجلو أراب زي فوزي فرانكو أراب. طبعا السينما الاستعراضية هنلاقي مثلا شركة MGM في أمريكا كان آخر فيلم استعراضي عملته اللي هو جامبو، كان لدوريس داي اللي أحدثها في السيرك على اسم الفيل بطل السيرك. وبعد كده MGM لما حدثت تغيرات حرب فيتنام وأزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط وكشمير وتغير السياسة الأمريكية ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، شوية جونسون شوية نيكسون، بدأت بعد كده يتجهوا لأفلام الخيال العلمي، يتجهوا لأفلام السسبنس، يتجهوا إلى الأفلام الحربية، يتجهوا إلى الأفلام الاجتماعية. فبرضه في هوليوود الأفلام الاستعراضية قلت وبعدين رجعت بقوة في السبعينيات. لا لا لاند دي كان بقى في 2017. يعني اقصد لسه بيعملوا بس احنا ما بنعملش. احنا نفسنا نلاقي افلام استعراضيه. يعني هو الغريب حكايه لو قلنا حكايه الانتاج والماديات والكلام ده، انا شايفه انه دلوقتي ده قنوات بقت اكتر، يعني سواء المصريه او العربيه. يعني اقصد ان الفيلم او الاغنيه الاستعراضيه اللي هتتعمل هتتباع اكتر. فانا مش فاهمه الصراحه المشكله فين. انا مش حاسه انها خاصه بانه يعني الفلوس، يعني انا ما اعرفش هي خاصه بايه، لانه انتوا لا هتكسبوا اكتر. لو مكسب انتوا هتكسبوا اكتر أكيد. لان عدد القنوات دلوقتي بقت اكتر، عدد الدول اللي ممكن تشتري الماده بتاعتكم اكتر. فانتوا ايه المشكله فين؟ مش عارف. هل في انهم مش لاقيين حد يعني راقص استعراضي بخفه دم؟ يعني الجيل القديم، يعني احنا مش لاقيين فريد ستير. ستير كان لما بيرقص يعني ايه ده كأنه ساحر. يعني كأن انا بحس ان رجليه فيها عجل، فيها حاجه. انا هي دي طبيعيه؟ هي دي مش يعني دي رجلين طبيعيه؟ لا يعني في عالم يعني احنا مجال يعني ما عندناش الحقيقه، مع كل حلاوه يعني تاريخنا في الفن الاستعراضي ما فيش حد في موهبه فريد ستير في الرقص.
والاستعراض، يعني في خفه، يعني ده الراجل كان مأمن على رجله بمليون أيوة دولار أيوة. تقريبا، يعني من كتر ما هو كان يعني في حاجه غريبه، يعني رأسه بطريقه فيها كأنه بيطير، كأنه في عجل في رجله، مش هو كان هو وجين كيلي اه من رواد الفن الاستعراضي، ومعاهم ريتا هيورث. اه برضو دي كانت حدوته ريتا ايوه هيورث. طبعا. واللي كانت شبيهه ليها هنا نعيمه عاكف مم. في الاستعراضات. اما في طيبه الاغراء كان هند رستم. اه اما نجد بقى عشان برضو نبين بعض الومضات ولو بسيطه عندنا، مم. اللي نقل لنا هذه الفكره كان يوسف شاهين في فيلم اليوم السادس، اه لما جاب حته حركة خطرة اللي عملها الفنان القدير محي الدين. مم. كان يوسف شاهين في اسكندرية في سينما مترو، كان على طول قاعد بيشوف أفلام فريد أستير، جين كيلي، دين مارتن، مارلين مونرو، هذه الأسماء. كان بيحاول يعني ينقل اللي هو السينما الأمريكية والسينما طبعا العالمية لينا. ده كانت نفس مضاهاة كانت مضاهاة للغناء تحت المطر أو الرقص تحت المطر لجين كيلي. أنا شايف إن هي لا تقل عبقرية عن بتاع جين كيلي لما عملها سينجينج إن ذا رين في سنة 52. فأنا شايف أن كانت هناك مضاهاة عبقرية من يوسف شاهين. نفسنا الحقيقة الأغنية الاستعراضية تتطور عندنا، ويعني زي ما اتطورت يعني في السينما العالمية والسينما الأمريكية تتطور عندنا إن شاء الله قريب. في نهاية حلقتنا ونشكر ضيفنا العزيز الناقد الفني الأستاذ معتز محسن، شكرا لحضرتك. الله يخليك يا حضرتك، نورتنا النهاردة. الله يخليك، ده نورك والله يكرمكم. وبقول لكل مشاهدينا يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. نشوفكم السبت الجاي وحلقة جديدة من جيل ميوزك، موسيقى الجيل. تصبحوا على خير.